السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض سائل غسيل الاطباق او البريل. من غير لا تايلوس بقى ولا تكسبون ولا بصي، مش هنكلفك خالص، بمكونات كلها من مطبخك. انا هنا كنت مصورة المراحل بتاعته. ده لما عملته زي ما انت شايفة كده، اللهم بارك. ده كان يعني كان اول يوم وده كان تاني يوم. زي ما انت شايفة كده، مع التقليب طبعا لمدة اسبوع. انت مش بتستخدميه قبل اسبوع. وبرضه هنجرب، يعني انا كنت يعني كل ده انا هوريهولك في الفيديو. انا كنت لسه عاملاه مباشرة، وبعد كده بدأت ان انا اجربه واوريك الرغوة بتاعته والجمال والحلاوة. يعني ما شاء الله هنعمل مع بعض 6 لتر. مش هيكلفك حاجة خالص، المكونات كلها موجودة في مطبخك، وحاجات اصلا بنرميها. زي ما انت شايفة الجمال، اللهم بارك، والتول بتاعه. ده كان تاني يوم. بعد ما عدى عليه 4 ايام، شايفة ما شاء الله التول، يعني انا بقلب بالعافية. شايفة لو تلاحظي ان انا اصلا باخد في العلبة، شايفة التقل بتاعه، اللهم بارك، حاجة كده يعني جميلة جدا. اللهم بارك عليها. يعني مكونات بسيطة جدا، هتلاقي نفسك عملتي ما شاء الله كمية يعني تكفي معاكي شهرين. شايفة الجمال والحلاوة واللمعة والشفافية اللي فيه عامل ازاي؟ عايزة اقولك الصورة ظلمة والله. اللون بقى ده حاجة ترجع لك انت. عايزة تشتري اللون اخضر عشان يبقى زي بتاع بره بالظبط، عايزة تجيبي لون اصفر براحتك. انا والله كان هو اللون ده موجود عندي في البيت، فانا قلت مش هكلف نفسي. انا عايزه اعمل حاجه احس ان انا فعلا، لا، ما هي ما كلفتنيش. المكونات والحاجات الموجوده عندي والخامات الموجوده عندي في البيت انا اشتغلت بيها، فما كلفتنيش حاجه. شايفه التقل بتاعه عامل ازاي؟ ورغوه بقى، اللهم بارك، ما اقولكيش يعني. عايزه اقولك انا كنت يعني حاسه ان انا بلعب كل ما بقلب، لا، اللي هو انا مش قادره اسيب العلبه دي، عماله اقلب بيها. شايفه وبوريكم الحلاوه. هنا كنت انا لسه عاملاه. شايفه الرغوه عامله ازاي وكان خفيف ازاي اول يوم. هنبدا بقى نسمي الله كده، بسم الله، واقول لك على المقادير البسيطه بتاعتنا. انا عندي هنا كوبايه زيت طالع عينيه، يعني بجد طالع عينيه. سمك بقى، كفته، اللي بطاطس، بتنجان، اي حاجه، اي زيت عندك انت مستخدماه. زي ما انت شايفه كده لونه عامل ازاي. وعندي هنا ربع كوبايه ميه. وعندي 3 معالق بوتاص. البوتاص اللي هو او قطرونة او حجر تسليك المجاري، يعني على حسب البلد اللي انت فيها هما بيقولوا عليها ايه. خلاص، يبقى الصودا الكاوية، او اللي هو هيدروكسيد الصوديوم ده، او القطرونة، او حجر تسليك المجاري. ده هو مسمى، احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليه بوتاص. حطيت ربع كوباية مية عليها 3 معالق بوتاص حلوين كده، وهبدأ بقى ان انا اقلبهم على بعض. خلاص، انا عندي هنا بقى، عندك بولة بلاستيك او ستانلس، هتحطي بقى معلقة نشا كبيرة، وعليها كوباية زيت زي ما انت شايفة كده. وهبدأ ان انا اقلب النشا مع الزيت علشان ما يبقاش عندي اي حاجة مكلكعة. تفضلي تقلبي كويس جدا لحد ما النشا تفك كده مع الزيت. بصي، هي يعني اللي انت هيتعبك في الموضوع ان انت تقلبي. وبرده ممكن تنجزي تستخدمي الهاند بلندر او كده، بس انا بوريك يعني. هو انا مجرد بس تقلبتين 3 كده، ما شاء الله النشا خلاص دابت مع الزيت. هبدا انزل بقى بالثلاث معالق بوتاص اللي انا دوبتهم، او الصودا الكاويه، او القطرونه، او حجر تسليك المجاري. وهبدا بقى ان انا اقلب كويس قوي يا بنات. بعد ما قلبت هبدا انزل ب5 معالق كبيره مسحوق اللي هو البودر بتاع الهدوم ده، اللي هو انت بتستخدميه. اي نوع موجود عندك حطي منه 5 معالق. انا معرفش ايه اللي خلى الصوره مهزوزه قوي كده، الله المستعان يعني. او هو شكله الكيس هو اللي عمال يتحرك. المهم هبدا ان انا اقلب الخليط ده كله كويس جدا مع بعض، زي ما انت شايفه كده، وبسرعه بقى. وتخلي بالك ان يعني تمسكي بحرص برضو، لان البوتاص بيبقى سخن. فهتلاقي انا شغاله في بوله ستانلس، فعايزه اقولك من تحت هي كانت سخنه مولعه يعني. طيب عندك حساسيه او كده، ما بتستحمليش الادخنه والروايح والكلام ده كله والبخار اللي طالع منه، فانت البسي جلافز والبسي كمامه، يفضل يعني. هبدا بقى ان انا اقلبهم كويس قوي لحد ما الخليط ده كله يمتزج مع بعض. وهيبدا ان هو برضو يتقل سنه سنه معاكي. شايفه بقى عامل ازاي؟
عايزه بقى بمضرب سلك تقعدي بقى تضربي لحد ما يبقى قوامه كريمي تمام، مفيش مشكله. انا طبعا يعني قلت انجز فجبت الكبه، لان الدرق بتاع الخلاط عندي بايظ. لو انت عندك بقى الخلاط شغال تمام حطيه في الدرق بتاعه كده. عندك هاند بلندر مفيش مشكله. بدات ان انا اضربه لحد ما بقى كريمي معايا زي ما انت شايفه كده وتقل. هبدا بقى ان انا انزل الخليط كله، ما اخليش منه سنتي كده. طيب الكبه بقى يعني بغسلها كويس قوي. بعد كده ليمونتين كده حلوين، معلقه قهوه، فنجان صغير خل وشويه ميه، وبضربهم بقى مع بعض. هنا كنت بنزله، عايزه اقولك كان ما شاء الله تقل معايا خالص، وهوريكي برضو شكله عامل ازاي. شايفه؟ اللهم بارك. اهم حاجه مرحله التصبين دي يا بنات، ان انتي تشتغلي في اول خطوتين كويس جدا، هيطلع معاكي احلى سائل غسيل اطباق معاكي. بعد كده هنزل بقى الكميه اللي معايا كلها في البوله من تحت، وهبدا ان انا اغطيها كده بكيس، وهسيبه 5 ساعات. ويفضل ان انت تسيبيه فتره. انا بصراحه عملته سبته لتاني يوم، قلت علشان يكون نشف كويس قوي معايا زي ما انت شايفه كده حجر، يعني صابون صابون يعني. زي ما انت شايفه عامله ازاي، ما شاء الله ناشف جدا معايا. الحاجات اللي هي الصغيره والفتافيت دي برضو مش هسيبها، يعني احنا مش هنرحم حاجه. بدأت كده على الرخامة ان انا ابشرها. طيب لو طلعت معاكي حتت كبيرة او كده، لا دي احنا مش هتخليها كده. زي ما انت شايفة كده هبدأ ان انا الحتت، في حتت كبيرة عندي ما اتبشرتش كويس، بحطها فوق المبشرة، وبحط فوقيها الحتة الكبيرة اللي انا ببشر بيها، هتلاقيها ما شاء الله اتبشرت معاكي ناعم خالص. شايفة ما شاء الله الصابونة اللي في ايدي ناشفة ازاي، صابون صابون يعني. هنا الحتت اللي انا قلتلك عليها دي ما كانتش اتبشرت كويس، حطيتها فوق المبشره وعليها بالصابون، وما شاء الله اتبشرت معايا على طول. انا هنا يعني ما وقفتش بصراحه الفيديو علشان اوريكي ما شاء الله ازاي ناشف جدا معايا، وكانك شغاله فعلا بصابون يعني. بصي ما شاء الله اللهم بارك، شكله كده بجد جميل قوي يعني. هبدا بقى ان انا الم كله واحطه في نفس البوله دي، علشان الحاجات اللي من الجنب دي انا مش هسيبها. يعني بقى حاولت على قد ما اقدر لو في حتت كبيره ان انا اشيلها اطلعها بالمعلقه. بعد كده بس هو كل ده هيدوب معايا دلوقتي. هبدا بقى ان انا احط بقى الصابون اللي انا بشرته ده كله في البوله، وفي الوقت ده هكون حاطه لتر ميه بيغلي على البوتاجاز، مش ميه سخنه، ميه بتغلي. وتخلي بالك برضو وانت بتنزلي كده براحه، خلي بالك من ايدك ومن الريحه. زي كده بقولك حطي كمامه لو انت عندك حساسيه، او انت مش بتستحملي الادخنه والحاجات زي كده، لان بيبقى طالع منه بخار. عايزه اقولك الميه كانت سخنه مولعه، فاللي هو كنت بحط بالراحه، مش قادره ان انا انزلها مره واحده. شايفه ما شاء الله اللهم بارك. الرغوه اللي طلعت احنا لسه ما اشتغلناش ولسه ما عملناش اي حاجه. ايه رايك في الرغوه الحلوه دي؟ كنت بحاول ان انا اميلها اوريكي شكلها عامل ازاي. هنا بقى هبدا ان انا اقلب كويس جدا زي ما شايفه اللهم بارك. يعني اللي هو اول ما طلعت بس الرغوه دي اللي هو ادتني حماس اكتر بقى. لا احنا لازم بقى نقلب بضمير. تبداي بقى ان انت تجيبي الميه سخنه معاكي، هتساعدك تبداي ان انت تجيبي الحاجات اللي كانت في الجوانب دي مش عايزه تطلع معاكي، وتقلبي كويس جدا. بصي في المرحله دي اللي هو انت بتقعدي تقلبي شويه حلوين، ولو لقيتي قطع صابون انت بتاخديها على نار هاديه وبتدوبيها. انا بصراحه لا، مع التقليب المستمر ولقيت ان ما شاء الله، لان الصابون بتاعي متصبن كويس قوي وبشراه ناعم، فاللي هو صح معايا على طول. يعني هبتدي ان انا اقلب اللي هو قطع بس اللي هو بسيطه، هبدا ان انا اقلب كويس قوي. كل ما بقلب كل ما الرغوه ما شاء الله عندي بتزيد، ولسه ما حطيناش بقيه المكونات اللي عندي. يعني عايزه اقولك شكله حلو قوي ما شاء الله. هبدا بقى ان انا اقلب تاني كده تقلبتين 3 حلوين،
وعايزه اقولك انا ما بقلبش بمضرب ولا باي حاجه، انا بقلب بمعلقه زي ما انت شايفه كده عادي. شايفه انا كنت بحاول هنا ان انا يعني احط الرغوه دي على جنب واوريكي قد ايه ما شاء الله هو ناعم، والصابون عندي كله سايح ما فيش اي حاجه. انا عندي هنا حله حطيت فيها 5 لتر ميه عاديه من الحنفيه، وهبدا ان انا احط فيها 5 معالق سكر. تمام، يبقى عندي 5 لتر ميه من الحنفيه في حله كده، وهحط فيها 5 معالق سكر. وبعد كده احط معلقتين بيكربونات الصوديوم اللي هي بنحطها على الطعميه. خلاص، يبقى هحط عليها معلقتين بيكربونات الصوديوم، وعليها معلقه ملح طعام، كل ده بالمعلقه الكبيره يا بنات. يبقى حطيت 5 معالق سكر، عليها معلقتين بيكربونات الصوديوم اللي بنحطها على الطعميه، وعليها معلقه ملح كبيره، وعليها معلقه ملح ليمون كبيره برضو، ومعلقه خل. وهبدأ ان انا ادوبهم مع بعض كده، يعني وديهم تقليبه حلوه قوي. هقولهم تاني علشان ايه نبقى ماشيين مع بعض. لو انت طلعتي من الفيديو انت حافظاهم وما تنسيش منهم اي حاجه. 5 لتر من الحنفيه، هحط عليهم 5 معالق سكر، وعليهم معلقتين بيكربونات الصوديوم اللي هما بنحطهم على الطعميه، وعليهم معلقه كبيره ملح طعام، الملح الابيض بتاعنا العادي، وعليهم معلقه ملح ليمون ومعلقه خل. هدوبهم كويس قوي، وهنزل بالخليط اللي انا قلبته دوبته، اللي هو ايه بشر الصابون مع الميه، اللتر ميه مغليه. بعد ما قلبتهم كويس هنزل بقى على الميه. في المرحله دي هتبداي ان انت تقلبي بالراحه خالص، ويفضل ان الحاجه اللي انت بتعملي فيها تكون كبيره شويه. انا للاسف انا نسيت خالص ان انا هضيف اللتر ميه اللي في الاخر ده. فالحاله دي يعني هو المفروض حلو عليها قوي 5 لتر، لكن ما شاء الله انا الصابون بتاعي طلع معايا 6 لتر بريل. هبدا بقى ان انا اقلب كويس قوي. طبعا انت في المرحله دي هتستغربي، هتقولي ايه ده بقى ميه وخفيف مش زي اللي في الاول. انا علشان كده انا صورته، يعني صورت المراحل بتاعته كلها، يعني من اول يوم وتاني يوم وحتى رابع يوم ما شاء الله انت شفت النتيجه عامله ازاي. هبدا ان انا بصي ما اخليش ولا فتفوته كده، ان انا انزل كله، وهبدا ان انا اقلب. طب لو لقيتي في المرحله دي عفوا، لو لقيتي في المرحله دي ان في حاجه كلكعت منك او كده هتعملي ايه؟ هتاخديها كده بكل بساطه على نار هاديه. هنا بقى انا بدأت كان عندي لون حطيته، بس هو يعني لو انت مش موجود عندك بناقص منه، هو ملوش اي 60 لازمة. عندك بقى حابة ان انت اصلا، لا انا حابة ان انا هشتري وكده، خلاص طالما انت هتشتري فهاتي لون اخضر عشان يبقى زي بتاع بره بالظبط، او هاتي لون اصفر، فبراحتك يعني الحاجة اللي تريحك هاتيها. وبرضو لكن الصابون السائل اللي بيتباع بره بيبقى فيه برضو عادي، منه ازرق منه اخضر منه احمر اصفر، بيبقى الوان كتير. انا والله ما كلفتش نفسي، اللي كان موجود عندي في البيت اشتغلت بيه. قلت هنا هتقل اللون سنه، لان انتي بتقليه تاني يوم بيديكي درجه اخف سنه، فانا تقلته شويه يعني. هبدا بقى ان انا اقلب. السر بقى في التقليب، انت كل ما بتقلبي كل ما شاء الله بيتقل معاكي. يعني زي ما انت شايفه انا اول ما عملته معاكي اهو، يعني اول دقيقه كان عباره عن ميه، دلوقتي اللي هو لو تلاحظي بدا يتقل سنه بسيطه معايا. هبدا بقى ان انا اقلب كويس قوي. انا هنا كنت بحاول ان انا اوريك ان هو لا يعني تقل حاجه بسيطه، ما تقلقيش يعني في المرحله دي ما تقلقيش. خدت من اللي هو الخفيف اللي انا لسه عاملاه زي ما انت شايفاه كده، عامل زي الميه، وانا باخده معاكي في سلكه عاديه، حتى مش هقول لك اسبونشه بقى، فالسفنج اصلا بيعمل رغوه لوحده، لا. جبت عندي كوبايه كده مش نظيفه، وبدات ان انا اغسلها، وهوريكي ما شاء الله اللهم بارك الرغوه عامله ازاي. يعني زي ما انت شايفه كده لسه عاملينه حالا والله، يعني قدامك اهو. انا خدت بالسلكه من اللي هو الخفيف اللي انا لسه عاملاه، شايفه الرغوه عامله ازاي
اللهم بارك. هو المفروض ان انت اصلا بتسيبيه يعني اسبوع بعد كده تشتغلي منه. انا قلت ايه يعني احنا مش، ما كانش عندي صبر بصراحة ان انا ايه عملته ان انا اصبر لسه 4 5 ايام ولا اسبوع علشان اوريكم. قلت ايه نجرب كده، والتجربة خير دليل يعني. فما شاء الله اللهم بارك. شايفة انا قلت اشطفه معاكم بقى في مية كتيرة كمان. شايفة الرغوة عاملة ازاي؟ اللهم بارك. ايه رأيك في الحلاوة دي؟ حاجة كده جميلة يعني. ومكونات كلها من البيت، انت مش هتكلفي نفسك حاجه. ولو كلفتي نفسك واشتريتي مثلا ما عندكيش البوتاص ده او كده ولا كربونات، يعني كلهم على بعض ب10 جنيه. يعني الحاجات اللي احنا عملناها يعني انا مش واخده كميات. شايفه الكوبايه بقت بتلمع ازاي؟ وعايزه اقولك هي من الرغوه اللي فيها كانت عايزه ميه تاني. يعني ما شاء الله اللهم بارك. شايفه اللمعان؟ حاجه بجد تحفه يعني. بصي بقى هنا كان يعني كان تاني يوم. شايفه بقى التمويجه اللي فيه واللمعان والشفافيه. عايزه اقولك الصوره بجد ايه ظلمه. عايزه اقولك كان شكله جميل قوي. كل ما بتخش المطبخ كده ايه اديله تقليبه. يعني او اقلب شويه إيه، بنوتي تكون داخله تروح مديها تقلبتين. اللي هو بصي كانها لعبه للاطفال يعني. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقولك شكله بجد تحفه. وما شاء الله يعني نظافه وروه وريحه. هو بصي بقى الريحه انا حطيت في معلش انا نسيت. انا حطيت فنجان ميه ورد. فنجان بس صغير يعني. بصي كنت بوريكي بدأ يتقل شويه عن اول يوم. يعني اول يوم كان عباره عن ميه. ده تاني يوم يعني هو برضو ايه تقل بس ما تقلش قوي. يعني ما تقلش اللي هو التقل اللي احنا ايه عايزينه اللي هو زي بتاع بره. يعني انا بس كنت حابه اوريكي. شايفه شكله اقسم بالله رهيب بجد. اللي هو تحس ان انت عايزه تشربيه اصلا يعني. هنا كان اليوم اللي بعده بدأ اللي هو لا يمسك نفسه. بدأ ان هو يتقل بعتذر عن الاضاءة يعني كانت بايظة خالص عندي. شايفة ما شاء الله التمويجة والجمال واللمعان والشفافية اللي فيه. حاجة كده اللهم بارك. زي ما اتفقنا كده ان احنا هنسيبه اسبوع او بعد كده نبدأ نشتغل منه. كنت بوريكي اللي هو لا يعني هو ما يعني لما باجي اصبه هو ما بينزلش برضو في الاخر على طول. بيبدأ ان هو ايه ينزل بس ايه بالراحة. كل ما بتسيبيه بيتقل بس طبعا مع التقليب. يعني كل ما تدخلي المطبخ كده تديله تقليبه. تخلي بنوتك ابنك يديله تقليبه اللي موجود عندك في البيت. هما هيشوفوها ان هي لعبه. شكله والتمويجه اللي فيه يعني حاجه كده اللهم بارك. انا بقى ايه على رابع يوم كده قلت لا اوريكم برضو ايه شكله عامل ازاي. ما شاء الله انت واخده بالك ان انا اصلا باخده في المقدار يعني بالعافيه اللي هو ما شاء الله تقيل. يعني انا بقلب فيه تقيل. شايفه شكله عامل ازاي؟ والله الصوره ظلمه يا بنات. اللهم بارك كده يعني حاجه تحفه. ايه رايك في الجمال ده؟ شايفه التقل بتاعه ما شاء الله. حاجه كده اللهم بارك. عملتي 6 لتر يقعدوا معاكي شهرين. يعني بدون ما تكلفي نفسك حاجه خالص. ايه رايك في الجمال والحلاوه دي؟ اللهم بارك. اللهم بارك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة حلوة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.